حسين سعدون أول وأشجع مثقف عراقي يكسر الصمت ويحكي عن الأوضاع الحالية. عافية أبو علي. وأيضا ما يهمني باعتباري زرت دولة الإمارات العربية لأكثر من مرة، هذا البلد الجميل الذي يفخر فيه العرب بناء التحتية في التنمية، في الاقتصاد، في الرفاه الاجتماعي. أبو علي هستونا مدحناك وقلنا عافية. شباب لا تقطعون الفيديو بكيفكم، طلعوا لنا مقطع ثاني من الفيديو لأن حسين مثقف وواعي. نأسف لذلك وتضامن بشكل كبير مع قيادة وشعب الإمارات. هلو هاي شنو هاي؟ زين العراق هالأيام زفخيرة شبابه، حسين صور لهم شيء، استنكر، ذكرهم. العراق الذي كان يجب أن ينأى بنفسه عن الحرب وأن يلعب دور كبير في تقريب وجهات النظر وأن يكون دور وسيط مساعد، لكن للأسف هذا الدور غاب. الحرب الأخيرة كشفت حقائق هواية ناس، منهم حسين سعدون. يعني يا أستاذ حسين الثقافة موقف وشجاعة ونصرة للحق وإظهار للحقيقة، مو تثبيط حكي وإقامات ذهبية.